تخيل ان كلام الحب اللي بنقوله دلوقتي ده اتقال من زمان قوي، من ايام اجدادنا المصريين القدماء. بس كنت تعرف ان المصريين القدماء كتبوا اشعار عن الحب والرومانسية؟ كمل الفيديو وهتعرف باقي الحكاية. ناس كتير لما بتسمع عن المصريين القدماء بتفتكر يا الأهرامات يا التحنيط يا المعابد اللي بنوها، لكن الحقيقة اللي محدش يعرفها إن مصر من أكتر الحضارات اللي فهمت صح معنى الحب والمشاعر. في علماء اكتشفوا برديات قديمة مكتوبة عن الحب وعن الرومانسية، وكمان مكتوب فيها إن كان الحبيب بيقول إن صوت حبيبته أجمل من الموسيقى. ومن أشهر قصص الحب قصة الملك رمسيس ونفرتاري، كان بيحبها جدا لدرجة إن هو بنى لها معبد، وكمان كتب ليها كلام رومانسي جدا على جدران المعبد أبي سمبل، ووصفها بإنها التي تشرق الشمس من أجلها. الله عليك. الجميل بقى إن الست في مصر القديمة كان ليها احترامها وكان ليها حقوقها اللي كانت متقدمة جدا في زمنها. مين كان يصدق إن وسط كل أسرار المصريين القدماء كمان نلاقي الرومانسية والحب؟